أرض الموتى؟ أيوة أرض الموتى، ونصيحة مني ما يعديش عليك الليل وانت هنا، عشان اللي بيحصل هنا محدش يقدر يستحمله، واللي باتوا هنا في الأرض إما ماتوا أو فقد عقولهم. انت كده بتخوفني، يعني ايه اللي ممكن يحصل هنا؟ أنا نصحتك وخلاص، عايز تقعد اقعد، عايز تمشي امشي. محمود مغامر مختلف عن ناس كتير، بيحب العزلة أوقات وبيعشق الطبيعة. من صغره هو مش بيحب الأماكن الزحمة، دايما بيدور على الهدوء اللي ما بيلاقيهوش غير في الصحراء. وفي يوم من الأيام قرر محمود إنه يطلع في رحلة استكشافية في الصحراء. كان عارف إن هي ممكن هتكون قاسية وفيها مخاطر كتير، لكنه كان متعود وروح المغامرة هي اللي كانت بتقوده لأي مكان. في يوم الرحلة جهز شنطته كويس، فيها الأكل والمية وشوية حاجات صغيرة تساعده لو حصل أي طارئ. بص محمود في السما وحس إن اليوم ده مختلف. فضل يمشي كتير في الصحراء طول النهار، والشمس كانت درجة حرارتها عالية، لكن ده عمره ما منعه إنه يكمل. وبعد ما مشى مسافة طويلة لقى مكان مميز جدا، لقى مكان فيه شجر تين وجنبه بير مية صغير فيه مية صافية. حس محمود إنه لقى قطعة من الجنة، مكان نظيف وكأنه محدش قبله وصله. نزل شنطته وراح شرب من المية اللي كانت باردة ومنعشة، وده زود إحساسه إنه فعلا مكان مميز. محمود كان مستريح جنب البير ممدد رجليه على الرمل وهو مبسوط إنه لقى مكان زي ده. بدأ يتخيل إزاي هيكون اليومين اللي هيقضيهم هنا. قرر خلاص إنه هيبات الليلة في المكان ده ويبدأ استكشافه من تاني يوم. المكان مريح بشكل غريب والهدوء حواليه كان مريح للأعصاب. إلى الآن تبدو الأمور طبيعية لحد ما بدأت تاخد مجرى تاني. وأثناء ما هو قاعد لمح من بعيد حد جاي ناحيته. كانت هيئته زي البدو، لابس جلابية قديمة وعمامة، ماشي بخطوات هادية. محمود فضل قاعد يتفرج عليه وهو بيقرب، ما كانش باين عليه أي استعجال وكأنه رايح لمكانه المعتاد. ولما الراجل قرب أكتر محمود استغرب إن الراجل ما بصلوش أصلا ولا حتى سلم عليه، ما اهتمش بوجوده كأنه شايفه مجرد شيء مش مهم. الراجل وصل للبير وبدأ يشرب منه بهدوء ومن غير ما يرفع عينه لمحمود ولا حتى يبص حواليه. فضل محمود يتابع الراجل وهو بيشرب بتركيز لحد لما لقاه خلص وقام بهدوء ومد ايده على الشجرة واخد تين قعد ياكله ببرود وكأن المكان ملكه. محمود قرر يرمي عليه السلام عشان يشوف ايه حكايته. ساعتها الراجل البدوي رفع عينيه ببطء وبص لمحمود نظرة فيها غموض وشيء من الترقب، وعينيه كانت سودة وكأنها بتخبي وراها حكايات كتير من اللي شافها في الصحراء. رد عليه الراجل البدوي وقال: انت مين وايه اللي جابك هنا؟ محمود اتحير شوية من السؤال وحس اللحظة ان الراجل ده عارف حاجة هو مش عارفها، او كأن وجوده هنا كان غلط من البداية. رد عليه وقال: انا اسمي محمود، بحب المغامرات ودايما باجي هنا ادور على اماكن جديدة في الصحراء، ولقيت المكان ده وبصراحة عجبني. الراجل البدوي فضل ساكت وكان بيبص لمحمود بنظرة غريبة زي ما يكون بيحاول يفهم نيته. وبعد لحظات من الصمت قال الراجل بنبرة مش مريحة: الأرض دي غير أي أرض، اللي يبات فيها كأنه بيلعب بالنار، والصبح فيها غير الليل. في حاجات ما بتظهرش غير في الليل، حاجات بتطلع من الأرض وتدور على اللي ناموا على رمالها. الأرض دي هي أرض الموتى. أرض الموتى؟ أيوة أرض الموتى، ونصيحة مني ما يعديش عليك الليل وانت هنا، عشان اللي بيحصل هنا محدش يقدر يستحمله، واللي باتوا هنا في الأرض إما ماتوا أو فقد عقولهم. انت كده بتخوفني، يعني ايه اللي ممكن يحصل هنا؟
أنا نصحتك وخلاص، عايز تقعد اقعد، عايز تمشي امشي. الراجل البدوي بص لمحمود للمرة الأخيرة بنظرة غريبة، نظرة فيها تحذير، وكأنها آخر فرصة لمحمود إنه يرجع على اللي ناوي عليه. بعدها لف وشه ومشى بعيد، وخطواته كانت بطيئة لكن ما كانش بيبص وراه. محمود فضل واقف مكانه وعينيه متعلقة بالراجل وهو بيبعد لحد ما بقى نقطة صغيرة في الأفق، بعدين اختفى تماما وسط رمال الصحراء. ساعتها المكان بقى ساكت بشكل مرعب وكأنه وقف يتفرج عليه. محمود حس بشعور غريب بين الفضول والخوف، ومع انه كان في حاجة جواه بتقوله يمشي ويرجع، لكنه ما قدرش يمنع نفسه من البقاء. الأرض كانت هادية والليل بدأ يقرب. قعد يقول لنفسه ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ دي مش أول مرة أبات في الصحراء، والراجل ده أكيد بيخوفني عشان أمشي. وقرر محمود إنه يقعد في المكان ده ويبات، وده كان أسوأ قرار خده في حياته. الليل دخل وكان في سكون غريب حوالين محمود، سكون يخليه يسمع دقات قلبه بوضوح. قعد جنب البير بيحاول يفضل هادي، لكن كلام الراجل البدوي كان لسه بيرن في ودنه وكأنه بيحذره للمرة الأخيرة. لكن خلاص الوقت فات، وبعد ما الوقت مر قرر إنه ينام شوية، يمكن يرتاح ويصحى الصبح على ضوء الشمس ويكمل رحلته. مدد جسمه على الرمل وسرح في السماء. النجوم كانت واضحة، وسرعان ما غمض عينه وحاول ينسى القلق اللي حاسس بيه. وفي نص الليل محمود صحى فجأة، حس بحركة غير طبيعية حواليه. فتح عينه ببطء، وكان أول حاجة شافها هي ظلال أشخاص واقفين حواليه. 4 أشخاص واقفين في دايرة حوالين مكان نومه، كانوا ساكتين تماما ولا فيهم حد بيتنفس. محمود شعر بالرعب وهو بيبص ليهم، لكنه معرفش يشوف ملامحهم بوضوح. كانوا لابسين هدوم قديمة وشكلهم غريب وكأنهم طالعين من زمن تاني. حاول يتكلم لكن صوته ما طلعش من الخوف. محمود بدأ يحس انه محاصر فعلا، وكان الرعب بيتملك كل خلية في جسمه. ال4 أشخاص فضلوا واقفين وكأنهم مستنيين منه ردة فعل. حاول يقوم يجري لكن جسمه كان متخشب بين الخوف، مفيش أي حركة بتطلع منه. واحد من ال4 قرب أكتر لدرجة إن محمود بقى شايف ملامحه الغريبة، وشه الشاحب وعيونه اللي ما شافتش نور الحياة من زمن بعيد. وفجأة ال4 بدأوا يتكلموا بكلام غير مفهوم. ساعتها الأرض بدأت تتهز عشان يظهر سلم قديم من تحت الأرض، واختفوا ال4 وكأنهم اتبخروا في الهواء وسابوه لوحده قدام البير. محمود اتنقل من مرحلة الرعب لمرحلة فقدان الوعي.